يا طالب الحكمة في دروب الزمان، ويا منصتين لقصص الدنيا وما فيها من أكوان، ها هو حسن يسير في طريق موحش، غارقا في أفكار كأنها الأمواج في بحور الأحزان، يفتش في ظل الشكوك عن حقيقة ما كان، ولا يعلم أن القدر قد حاك له خيوط الامتحان. سعيد مجروح، وزين الدين قال شافه عند المخزن يوم اللي حصل فيه كل ده، وزبيدة شافت سعيد مع عادل بيديله صرة فلوس. بس ازاي أميرة توصل للقصر؟ في حد بيحرك الأمور دي كلها؟ مين غير عادل ممكن يكون؟ معقول عادل هو اللي عمل كده؟ للدرجة دي يوصل بيك الفجور؟ حسن بن جلال. ايوه انا. في حاجة؟ معانا امر بالقبض عليك. ليه؟ عملت ايه؟ الأسئلة دي مش هنا، دي تقولها في السجن. ظلم. انا ما عملتش حاجة غلط. ويح الدنيا كيف تقلب الميزان، وتجعل من البريء متهما في لمح العين. هل ينجو حسن من فخ الخديعة، أم أن أيدي الظلم أحدثت بين حريته قطيعة؟